السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مع فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. صافي هنا غادي ندوزو نجيب واحد الكوكوط نديرو فيه واحد نص كيلو ديال البصله مقطعه على هذا الشكل، وغادي نديرو الخرقوم سكينجبير، توابل نتاع الدجاج، شويه ديال الملحه، واحد راس ديال الثومه كامل، يعني كثرنا شويه الثومه، وغادي نديرو القزبر والمعدنوس. صافي هنا غادي نبقاو كنستفو داك الفخيدات نتاع الدجاج بعد ما غسلناهم نقيناهم قطرناهم، راكم عارفين بالحامض ولا بالخل، المهم كل واحد باش يقاد الدجاج ديالو. صافي هنا غادي نستفوهم، وغادي ندير واحد الكاس ديال الزيت ما بين الروميه والبلديه، يعني شركناهم. صافي نخلط مزيان على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الماء لان ما غاديش نقليو حنايا هاد الفخيدات. الدغميره ما كنقليهاش انا، دائما كنكب الماء ديريكت. صافي من بعد غادي ندير واحد المعلقه ديال السمن، وغادي ندير واحد الطريفات ديال الحامض وواحد العويدات ديال القرفه باش يعطيوني النكهه. راكم عارفين ضروري تكون النكهه شويه في هاد الدغميره. صافي غادي نقفل الكوكوط نديها طيب ونرجع نصايب معكم السفه. هنا عندي السفه د العبار، انا شريت كيلو ونص بالعبار، غادي نضيفو في هاد البانيو ونلبسو مزيان بالزيت. درت شويه الكميه ديال الزيت شويه زايده. صافي غادي نلبسو مزيان على هاد الشكل هذا، وراني درت البرمه تغلي، درت فيها الماء وخليتها تغلي على خطره. نرجع نلبس هذه مزيان ونديرها في الكسكاس ونديها تفور التفويره الاولى. هنا بعد ما عمرنا الكسكاس بهذا الشوربه كما شفتوا ولا الشعريه، لبستها مزيان حيت راكم عارفين الشوربه ديال العبار بعد المرات راه ما كتصدقش الا ما عرفناش نخدموها. خصنا ضروري نديرو لها الزيت زايده والماء يكون غليان. صافي هنا غادي نرجعوا للفخيدات اللي طيبنا وما نغفلوش عليهم باش ما يهبطوش، يبقى لنا غير داك العظم، ما كيجيوش زوينين، حنا مستحقينهم يكونوا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نصفيهم في هذا الغطر ونخليهم على جنب باش ندي عاوتاني داك المرقه تزيد يعني ترجع دغميره طيب مزيان. صافي صفينا هاد الفخيدات وخليناهم على جنب، وغادي نزيد واحد شويه ديال السمن حيت كاين اللي كيعجبو السمن بزاف في الدغميره. المهم هنايا بعد ما تفور التفويره الاولى غادي نضيف داك الماء اللي كان في البرمه غليان، غادي نضيفو على داك الشعريه. صافي وغادي نخلط شويه هكا بين ما تشربت واحد شويه ونرجع نصفيها في نفس الكسكاس، يعني بلا ما نكثرو علينا قوه المعان. صافي في نفس الكسكاس غادي نخليوها تستقطر. من بعد غادي نديها لعند البرمه البوطه طيب، وما نجهدش البوطه بزاف، نديرو العافيه غير في الوسط، ماشي مجهده وماشي قليله باش ما تعجنش. صافي غادي نرجعوا لعند الفخيدات اللي طيبنا وصفينا. انا درتهم هنايا حمرتهم غير في المقله وراهم جاو واعرين بحال حمرناهم في الفرنان. عندي هاد المقله ما كتلصقش، درت شويه ديال الزيت كغيط نتاع الطهي. صافي غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت من فوق منهم، وغادي نغطيهم ونديهم يطيبوا شويه د الملحه، ونديروا العافيه مهيله باش ما يتحرقوش. صافي هنا غادي نرجعوا نشوفوا الشوربه ديالنا بعد ما تفور التفويره الجوجه. غادي نزيدوا لها شويه د الماء شويه د الملحه، وغادي نخلطوا مزيان بهذا الشكل هذا. كما شفتوا الزيت ملي كنكثروها في الاول راهي كتعطي واحد النتيجه زوينه، ما كتعجن ما والو، كتخدم بسهوله وبسرعه ودغيا كتوجد. صافي هنا غادي نردها للبرمه عاوتاني تزيد تفور. هذه هي التفويره التاليه، وفي الاخر كاع غادي نديرو شويه ديال الزبيب. صافي غادي نزيد نخليها تفور، يعني داك الزبيب يطيح شويه وصافي، ما غاديش نفورها بزاف لان صافي راه وجدات. صافي هنا غادي نرجعوا نشوفوا الدغميره ديالنا اللي رديناها تقلى وراه بدات كتوجد حتى هي قربت. صافي هذه هي السفه ديالنا بعد ما وجدناها بسرعه طابت. خلينا داك الزبيب شويه طلع فيه البخار صافي باش ما يجيش قاصح. وهنا غادي نديرو واحد الطريفه ديال الزبده، ما نكثروش لان راني دايره انا الزيت بزاف باش ما تجيش ميدومه بزاف وما تجيش يعني في الماكله زوينه. صافي درت واحد شويه ديال الزبده، غادي نخلط مزيان، نديرو شويه ديال السكر
يعني سكر كلاصي اللي كيبغي الحلاوه، وانا ما نكترش على حسب انا دايره الدغميره، يعني الا حليتها بزاف عاوتاني ما غاديش تجي فيها المذاق زوين. يعني داكشي كله خصو يمشي عينك ميزانك. شويه ديال القرفه مطحونه صافي نخلط مزيان، وغادي نجيبو الطبق اللي غادي نستفو فيه الشعريه ديالنا. واول حاجه غادي نفرج داك الشعريه بعد ما دهنت فيها داك السكر وداك القرفه شويه ديال الزبده، غادي نقاد على هذا الشكل هذا. وغادي نجيبو الدغميره ديالنا باش غادي نسقيو غير في الوسط، يعني ما غاديش نكثروا مع الجناب. صافي هنا غادي نبقاو كنديروا الدغميره غير في الوسط بحال هذا الشكل هذا صافي، ونقادوها مزيان على الوجه ديال الشعريه. وغادي نجيبو عاوتاني الشعريه ونعاودو نغطيو داك الدغميره ما تبقاش تبان. صافي غادي نقادوها هذا الشكل هذا ونغطيوها مزيان. من بعد ما غطيناها غادي نجيبو هاد الحبات ديال التمر فيهم واحد الطريف د الكركاع، ماشي بزاف راه دايره فيهم غير طريف صغير صافي. وغادي نستفوهم غير باش نعطيو شويه ديال المنظر لهاد الطبق. وغادي نجيب الدغميره نديرها في الوسط، وهادو هما الفخيدات اللي قلت لكم راني قليتهم غير في المقله، حمرتهم غير في المقله ماشي قليتهم، درت لهم شويه ديال الزيت. عرفتي راه كيجيو بنانين وكيجيو محمرين وزوينين كما شفتوا، والله الا كيجيو احسن ما نديروهم في الفران. نزيدو علينا داك حتى الفران شعل طفي هكا بسهوله كيوجدوا كيطيبوا دغيا. صافي هنا نزوقنا بالبيض، غادي نزوقو شويه بديك الورد ونديرو القرفه مع الجوانب ديال التمر. صافي هذا هو الطبق ديالنا بعد ما وجدناه. نتمنى يعجبكم وتجربوه، والى فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.